بزاف منا كيتسائل على السبب ديال تساقط الشعر، يعني بزاف د السيدات اللي كيقول لك أنا كيتساقط ليا الشعر ديالي وما عارفاش المشكل فين هو. غالبًا ما كندخلوا اليوتيوب أولا كنديروا وصفات اللي كيعملوهم الناس في اليوتيوب أولا في مواقع التواصل، ولو كيديروا الوصفات ما كتنجحش معاهم الوصفة وهكذا كيبقى كيتساقط معاهم الشعر. أنا غنقول لكم الأسباب أولا المسببات ديال التساقط ديال الشعر، والميزة ديال الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون هو عبارة على وصفة طبيعية تقليدية 100% كانوا كيديروها جدودنا ووالدينا، اللي هي الغسول البلدي بالقوام ديالو بالأعشاب. خطير البنات هاد الشامبوان اللي غندير لكم. كنتمنى اللي كيدخل على القناة ديالي ما عليكم إلا تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم الحادقات، السلام عليكم المتتبعين ديالي، معكم ديليس رقية في نهار جديد وفيديو جديد. الفيديو المقترح ديال اليوم غادي يكون هو شامبوان طبيعي للتساقط ديال الشعر والامراض الجلديه اللي كتكون في الشعر، اللي هي الغسول البلدي المعطر. هنايا عندي 2 كيلو ديال الغسول. هاد الساشيات البنات راه كيتباعوا في جميع العطاره. الساشي الوحده كتهز كيلو. هنا عندي 2 كيلو ديال الغسول. بالنسبه للغسول هنا اللي كيكون ديال الساشي هذا كيكون مازال خام مازال خضر، يعني كتشوفوا فيه هكا بحال الرطوبه باقي رطب، يعني هو خصو يتنشف. العمليه اللي غندير هي غناخذ هذيك الساشيات غنفرغهم في واحد اللاطه، وضروري كنلقاو فيه الحجر. كنحيدوا الحجر، يعني راه باين الحجر من الغسول. كناخذ الحجرات الكبار ديال الغسول هكذا كنفتتهم بين يديا، وكنحيد داك الشيء اللي مثلا الحجار بعد الشوائب كنحيدوهم هكذا باش يسهل علينا الغسول. هنا كيف ما كتشوفوا راه اللون ديالو كيف ما قلت لكم باقي بحال اللي فازك بحال اللي مازال فيه الماء. غنديروا في هذه اللاطه، واما غنخرجوا للشمس باش تضرب فيه ديك الحراره ديال الشمس هي من الاحسن، او لا كنديروا في الفران. هنا البنات بما اننا حنا في فصل الشتاء مازال كاين البرد وكاين الشتا، هنا ما خرجتوش بصراحه، انا درتو في الفران. هنا كيف ما شفتوا انا بعد ما فتت هذاك الغسول كناخذ مثلا ملي كنخبز الخبز ديالي كنخرجو كنطفي عليه النار وعاد كندخل الغسول، لان الغسول ما كيبغيش الفران والعافيه مشعوله عليه، يعني كتكون طافيه كينشف داك الصهد ديال الفران بحال هذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا راه هو هاد العمليه تقريبا دارت شي 3 ايام ولا 4 ايام، وانا كنخرج داك الغسول وكنعاود ندخلو لداك السخونيه ديال الصهد ديال الحراره ديال الفران. اما الغسول يستحسن كيتصاوب في الصيف. هنا البنات كيف ما كتشوفوا اللون ديالو راه تبدل ولا بحال الشكل ديال الابيض، لانه تحيدات منه ديك الرطوبه ديالو. الغسول عنده 2 ديال المراحل. المرحله الاولى اللي كنقادو فيها ونشفوا فيها الحجر او الطين ديال الغسول، والمرحله الثانيه هي ديال الاعشاب. الاعشاب البنات اللي هنايا كتشوفوا قدامكم انا يلاه جبتها، غناخذها وغنقيها. خذوا واحد الورقه والستيلو كتبوا معايا هاد 15 العشبه اللي هي صحيه للشعر وكتنوض الشعر البنات، كدير الخلفه القشره ديال الشعر كداويها. وانا غنقول لكم المزايا وغنذكر لكم الاعشاب وغنقول لكم المزايا ديالها. الاعشاب البنات هنا خذوا 2 دراهم من الحاجه، الا الحرمل اللي خذوا مثلا 2 دراهم نديروا غير النصف او لا الربع ديال الكميه. هنا عندنا الورد، الخزامه، السنبل، السالميه، الشيح، ورق السدر، البابونج، الحنة، الريحان، الحرمل، قشور ديال الرمان، حبة البركة، القرنفل، اليازير أولا الآزير، وخصنا واحد القنينة ديال الماء ديال الزهر. بالنسبة لهاد الأعشاب البنات دخلوا لجوجل وشوفوا هاد الأعشاب والمزايا الصحية ديالها للشعر. هنا الورد راه حنا كنعرفوه دواء ورائحة، هو والخزامة. الخزامة البنات اللي عنده الصداع ديال الراس
اولا البروده في الراس، هذه راه زوينه الخزامه ومطهر الشعر، وخصوصا القشره او الجلده ديال الشعر. السنبل على الرائحه الزكيه اللي كتعطي ديال السنبل. السالميه حتى هي خطيره للشعر. الشيح اقوى عشبه معطره ومطهره للشعر، كيطهر الشعر او القشره ديال الشعر من القشره، من البكتيريا، من البثور، ديك الحبوب، اي حاجه كتنبت في الشعر ديالنا كيطهرها هاد الشيح. الشيح كيدخل في بزاف ديال الوصفات التجميليه لانه كيتعتبر اقوى مطهر الجسم والشعر. ورق ديال السدر دواء وكيخلي الشعر ديالنا مزيت وبحال فيه الكيراتين. البابونج، الحنه والريحان، هادو دخلوا وشوفوا المزايا ديالهم كلها صحيه، لا سواء الجلده ديال الشعر ديالنا او لا الشعر ديالنا. الحرمل كيدير لينا الخلفه، كينوض الشعر، هذا معروف على الحرمل. القشور ديال الرمان خطيرين للتساقط ديال الشعر، وكينوض وكينبت الشعر، وكيبداو لنا داك البصيلات الصغيره ديال الشعر اللي كيطوالوا. حبه البركه حتى هي. القرنفل مطهر خطير للشعر وكيقوي الشعر وكيداوي حتى الجلده ديال الشعر. اليزير هذا بلا ما نهضر عليه، اللي هو حتى هو قوي في الوصفات ديالو، كينبت الشعر، مطهر للقشره، الجلد ديال الشعر، وكيحيد القشره. الماء ديال الزهر راه الا درتوه مع الوصفات ديالكم راه كيخلي لكم شعركم ليس بحال الشكل ديال الكيراتين. راه خطير الماء ديال الزهر في هذه الوصفه هذه. شوفوا البنات، هاد 15 العشبه سبحان الله من الطبيعه، وكتعطينا واحد النتيجه اللي هي روعه. هنا كناخذ هاد الاعشاب كنحيد منهم غير داك العويدات وكنديرهم في هاد الطنجره، وغندير عليهم الماء وغنخليهم كيطبخوا مزيان فوق من النار حتى كيطلق لينا هذاك كل عشبه كتطلق لينا هذيك اللون ديالها والرائحه ديالها. والبنات راه مني درت هاد الاعشاب اللي دخل عندي للدار كيقولوا لي رقيه اشنو عندك في الدار اللي دايره ريحه ديال الاعشاب، راه يا سلام. هنا البنات غنجيكم المسببات ديال الشعر. هنا راه عادي لاي وحده كتساقط لينا تساقط ليها الشعر ديالها. اولا كتكون بسبب ديال الجو. عندنا واحد الفصل اللي هو معروف، احنا عندنا 4 ديال الفصول. واحد الفصل اللي هو فصل الخريف اللي كنعرفوا حنا كيتساقطوا فيه اوراق الشجر، كيبدا فيه الاوراق ديال الاشجار والنباتات كتساقط. حتى حنا سبحان الله حتى حنا كبشر كيتساقط لينا الشعر في هذه الفتره هذه اللي هي في الفتره ديال فصل الخريف، هذه طبيعيه. ثانيا اللي كتشد يديها وكتدوز على شعرها وكتلقى الشعر سي نورمال غادي يطيح لكم الشعر ديالكم، لان هي اثبتت تبتوها الناس ديال التغذيه وعلماء ديال التغذيه بان يوميا كتساقط لنا 50 حتى ل 100 شعره في النهار. يعني سي نورمال غتساقط لكم الشعر ديالكم، خصوصا الا مشطنا الشعر ديالنا ضروري كتساقط لنا 50 حتى ل 100 شعره. الا جيتو حسبتوها ولقيتو العدد اكثر يعني راه عندكم شي مشكل. في حاله ما مشطنا الشعر ديالنا مثلا اليوم والغد اللي عاد مشطنا راه كيتساقط لينا العدد يعني كيتضاعف، يعني هادشي راه عادي البنات. هذه من جهه. ثانيا بعد المسببات اللي كتسبب لينا في التساقط ديال الشعر هي النسبه ديال الحديده البنات. يعني فقر الدم راه حتى هو كيخلي الشعر ديالنا كيتساقط. كاين الاكتئاب، المشاكل، امراض العصر، الضغوطات النفسيه حتى هي عامل من العوامل اللي كيتساقط لينا فيها الشعر. الغسيل ديال الشعر يوميا، البلاك او السوشوار حتى هو. وكاين العقاقير، بعض الادويه ديال الامراض المزمنه حتى هي البنات راه كتساقط لينا الشعر ديالنا. والمراه الحامل والمرضع راه حتى هي كيتساقط ليها الشعر ديالها. يعني هادشي عادي البنات. دائما كنفيريفيو في الحاجات اللي عندنا، ما عندناش فقر الدم، ما عندناش نقص في الحديد. التغذيه البنات اللي هي المتوازنه، بعدوا البنات على السناكات، على الماكله ديال الزنقه والوجبات السريعه. والا درتوا هذا الشيء
راه الشعر ديالكم راه غادي يكون في احسن حاله. والوجه الواحد ملي كتشوفوا الوجه ديالو في صحه جيده، يعني دونك راه حتى من الداخل والشعر ديالو راه غادي يكون مزيان. ندوزو للتابع ديال نتابع لكم الوصفه. هنا كيف ما شفتوا مني غلى الماء مزيان، غناخذوا هذاك الغاسول غنديروه في واحد البول اللي هي يستحسن كتكون ديال الالومنيوم اولا شي طنجره عندكم قديمه، وكنشدوا هذاك الماء وكنخويوه على هذيك الغاسول. من بعد كنخليوه حتى كيتنقع كيضاعف الحجم ديالو. من بعد كناخد قنينه ديال الماء الورد وكنزيدها على الخليط وكنخليه كيتروبوزا ليله كامله. الغد ليها البنات اليوم الثاني خديت هذاك الغسول وصفيته في الغربال ديال النيلون اولا ديال يعني الخيط، يعني خصو يكون غير هبط ليا غير الغسول باش الا بقات شي حجره ولا شنو كنحيدوها. صافي هادشي اللي كاين البنات. خديت هذاك الغسول وكنديرو في لاطاس وكنعرضوه للاشعه ديال الشمس كيف ما قلت لكم، اولا كندخلو الفرن. هنا بعد ما نشف هذا هي النتيجه ديال الغسول. الرائحه يا سلام البنات. بعد ما كنديه للحمام راه ما كاينش اللي ما كتسولنيش عليه. ولا هذه ظاهره كنشوفوها الا مشيتوا للحمام كنلقاو امراه ولا زوج في الحمام تقريبا هي اللي كدير الغسول اولا ما كنلقاوهاش بمره. كنشوف غير شامبوانات البنات اللي هلكوا لينا الصراحه الشعر ديالنا. واحد النصيحه البنات، راه ما كاينش شي شامبوان 30 درهم كي يحبس التساقط ديال الشعر اولا كيحيد لكم القشره. يعني الا بغيتو شامبوان نيت ديال التساقط ديال الشعر راه كيدير 400 حتى ل 500 درهم، والاغلبيه كيكونوا ديال وصفات طبيعيه اللي كيديروا الجمعيات كيديروا داك 100 حتى 150 درهم فما فوق، يعني كيكونوا شامبوانات غاليين. وعلاش حنا ما نديروهاش حنا في الدار ديالنا؟ انا قلت لكم شامبوان طبيعي، ما قلتش لكم غير غسول. الغسول هو اللي غنصاوب لكم به الشامبوان. الطريقه اللي كندير كناخذ على حسب الطول ديال الشعر ديال المراه. انا الشعر ديالي شويه طويل كناخذ تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال المعالق ديال الغسول وكنرطبهم في واحد شويه ديال الماء اللي كيكون دافي. مني كيتضاعف ليا الحجم ديال الغسول وكيولي على شكل شكل شبه سائل، كنضيف عليه واحد المكون اللي هو زوين بزاف وكينصحوا به حتى الناس ديال التجميل او الاخصائيين ديال التجميل اللي هو شامبوان ديال الاطفال، داك الشامبوان الصفر من النوعيه الجيده. هنا ما حطيتش لكم الاسم ديالو، خفت على حقوق الطبع والنشر وحيدوا لي الفيديو. هذا هو الشامبوان البنات اللي كنستعمل مع الغسول لانه ما فيش مواد كيماويه، لانه ديال الدراري الصغار كندير منه غير معلقه صغيره كنزيدها على الماء والغسول. صافي كنديرها في واحد القرعه اولا واحد الفلاكون وكنرج هذيك القرعه مزيان اولا كنمخضها مزيان وكنديرها مع الادوات اللي غندي معايا للحمام. هذا هو اللي كنغسل به شعري. انا شحال هذه حيت الشامبوان لانه كيضرر غير الشعر، كيكسر الشعر، ما عنده حتى شي حاجه اللي هي مزيانه ولا فائده للشعر، انه هو غير صابون كيرغوي اولا كيدير لنا الرغوه صافي وكيزيدوا عليه واحد لي زاغوم ديال اما الخزامه اما ديال الورد. صافي هادشي اللي كاين وكيتباع على الاقل 30 درهم. علاش ما نديروش 50 درهم ديال الغسول وغنخليوها لينا كدي معنا واحد الشهور اللي هي كثيره. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الغسول اولا اللي كيبغيو واجد تواصلوا معايا في الخاص اولا تواصلوا معايا في التعاليق. راه البنات انا كنديروا سير كوموند البنات الا بغيتو راه تواصلوا معايا ونصيفطوا لكم في جميع المدن المغربيه. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى هاد الحصه ديال اليوم تستفادوا منها. هنا تكلمت لكم على التساقط ديال الشعر والمسببات ديالو وعطيتكم حتى الدواء ديال التساقط ديال الشعر. البنات بالنسبه للماء اللي كيشيط ليا ديال الغسول اللي نقعت فيه الاعشاب هذا كنديرو في واحد البخاخ وكنديرو في الثلاجه وكنبقى كل نهار كنرش به شويه شعري باش كتوصل هذاك الماء للجلده ديال الشعر. صدقوني البنات هذاك الماء زوين بزاف للشعر، يعني ما كتفزقوش شعركم كامل وانما
هذاك الماء شويه كيوصل القشره ديال الشعر ديالنا. هذا البنات هذه نصيحه ليكم، وكنبغيكم كاع تحيدوا داك الشامبوانات هذوك غديو الشعر ديالكم. بزاف ديال الماسكات اللي كيداروا للشعر، بزاف الحويجات اللي هما طبيعيين بالاعشاب للشعر. وانا كنواعدكم دائما غنبقى نحط لكم الوصفات اللي انا كمراه وكنستعمل شي حاجه في داري، وحكم التجربه ديالي السنوات ديال هذا الشيء، انا ان شاء الله غنبقى نحط لكم زيوت ماسكات اللي كتغديو بها الشعر ديالكم. وتهلاو ليا في ريوسكم البنات، وحيدوا عليكم البنات الماكله ديال الزنقه والماكله السريعه او المأكولات السريعه، راه هي خطيره ماشي غير للشعر، راه كتهد حتى الجسم ديالنا والجسم ديال وليداتكم. هنا كنقول لكم حفظكم الله ورعاكم. اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره، ما عليك الا تفعلي زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والبنات حاولوا شويه ديال اللايك وشويه ديال التعاليق المحفزه باش الفيديو كيشوفوه اكثر عدد من المشاهده. هاد البخاخ راه هو اللي كندير فيه هذاك الماء اللي كيشيط ليا ديال الغسول، اللي كنبقى نرش به على شعري، راه حتى هو مزيان البنات بزاف بزاف. والقافله كثيره والوصفات كثيره ان شاء الله اللي انا كنديرها كيف ما قلت لكم انا وبنتي، وكنصح بها الصديقات ديالي، ننصحكم بها نتوما كمتتبعين ديالي. والى اللقاء، بسلام عليكم.